اتقهرت مرتين لما صاحبتها حطت لها سم في الشاي ولما ابن جوزها خد دهبها. نعيمه الصغير او نعيمه الصغير اول ما ظهرت كانت مغنيه. في يوم واحده من زمايلها حطت لها سم في كوبايه الشاي علشان تموتها، بس نعيمه نجت من الموت والسم اثر على الاحبال الصوتيه، ومن يومها صوتها خشن واتغير للابد، وحلم حياتها في الغنى راح، فاتجهت للتمثيل وده اللي فتح لها باب الشهره بعد كده. نعيمه كانت كل ما يجي لها فلوس تروح تشتري دهب، مش علشان تلبس او تتزين بيه، لا ده علشان يحسسها بالامان من الزمن. وكان جوزها التاني رجل اعمال من اسكندريه وكان كويس قوي وهي كانت بتحترمه جدا. وفي يوم قرروا يروحوا الحج سوا، وقبل ما يسافروا قال لها ازاي نسيب كل الدهب ده في البيت، واقترح عليها يحطوه في خزنه البنك عنده لحد ما يرجعوا. ورجعوا من السفر بعد ما خلصوا الحج، وبعدها ب5 ايام بالظبط جوزها توفى. بعد العزب اسبوع حاولت ترجع الدهب بتاعها، وكلمت ابن جوزها وحكت له القصه. قال لها انا ما اقدرش اعمل اي حاجه، الخزنه دي ما اقدرش افتحها غير لما يتعمل اعلان ميراث. ساعتها نعيمه اتصدمت لانها كانت فاكره ان الدهب بتاعها هيرجع لها بسهوله، والصدمه دي كانت بدايه تدهور صحتها، وتعبت جدا بعدها لدرجه ان هي ما بقتش قادره تتكلم وحصل لها شبه شلل. وفضلت كده لحد ما فرقت الحياه سنه 1991. نعيمه الصغير صوتها راح وذهبها راح وهي نفسها راحت عن الدنيا، بس سايبه لنا سيرتها الحلوه وخفه دمها في كل اعمالها.